السلام عليكم. بقالي فترة ما عملتش فيديوهات، بس مش مشكلة سامحوني، يعني ان شاء الله في الفترة اللي جاية هنحاول ان احنا ننتظم اكتر من كده. الفيديو ده بعنوان حرر نفسك من قيودك. يعني ايه حرر نفسك من قيودك يا دكتور؟ ناخد الكلمة اللي احنا قلناها دي ونطبقها على طلاب الثانوية، لان اغلب اللي بيتابعني في ثانوية عامة. دلوقتي طالب ثانوية عايز يجيب مجموع ويحقق حلمه وهدفه في الحياة وان هو يدخل كلية حلوة، ده تفكيره في الفترة اللي احنا فيها دي. بس بيقابله صراع في دماغه اللي هو الوقت اللي باقي على الامتحان قليل، ودي اول نقطة، ان باقيله شهرين بس على الامتحانات. النقطة التانية ويقول لك هو انا ما ذاكرتش كويس من اول السنة، هل لو انا ذاكرت دلوقتي زي الناس اللي بتذاكر كويس هلحق؟ طب هل ربنا هيسويني بالناس اللي بتذاكر من اول السنة؟ فاحنا لازم نتحرر من الافكار دي كلها علشان تقدر ان انت تشتغل. وده لان الافكار دي اول ما بتجيلك في دماغك انت بتسيب الكتاب، او اول لما تروح للكتاب الافكار دي تجيلك، فبالتالي تختار الحل الاسهل وهو ان انت تقفل الكتاب وما تذاكرش اصلا. ولذلك احنا عايزين نحرر دماغنا ونحرر انفسنا من هذه القيود اللعينه. وهقرب لك المثل ده بقصه صغيره علشان تعرف ان هي مش بحساباتنا خالص. احنا بنسعى وبنعمل اللي علينا، حتى لو بقى على الامتحان يوم واحد هتذاكر في اليوم ده ويمكن ربنا يكرمك وتحقق فيه اي حاجه. تخيل كده مثلا واحد طول عمره بيعمل سيئات وهو كان مسلم، وبيعمل سيئات ومعاصي وما بيصليش وهكذا وحاجات كتيرة جدا، يجي قبل ما يتوفى مثلا بشهرين 3 وربنا يتوب عليه ويتوب توبة صادقة. بحساباتنا احنا لا، مش هيدخل الجنة، انما بحسابات ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله هيعفو عنه، وان شاء الله ربنا هيتوب عليه وهيدخل الجنة. زينا برضو زي الثانوية او طالب الثانوية العامة عمال يتمرقع من اول السنة، ويجي قبل الامتحانات بكام شهر يفتكر ان هو كان في ثانوية. بحساباتنا برضو انت مش هتلحق، ولكن بحسابات ربنا سبحانه وتعالى ممكن ربنا يكرمك وتدخل كلية حلوة. فانت ذاكر وخلي املك في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فانت ذاكر واعمل اللي عليك بس وشد حيلك، وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله هيخليك تجيب مجموع. بس انت ما تأثرش في الفترة اللي جاية. انا عارف ان انت أثرت في اللي فات، بس الفترة اللي جاية دي ما ينفعش خالص تأثر فيها تاني خلاص. ودي كانت اهم حاجة انا كنت حابب اتكلم فيها في الفيديو ده. السلام عليكم.